هاد خونا هذا جاب لي من اقليم شفشاون، والانتربول الدولي عطى مليون اورو لهذاك خونا اللي غادي يوريهم هاد خونا هذا فين كاين. وهاد خونا كيتصنف من اخطر المجرمين اللي كاينين في هولندا وفي بلجيكا. وهاد خونا هذا قدر يغرق السوق الاوروبيه بالاطنان من السكر كلاصي والنعناع، ودار 3 ديال العمليات تجميل باش ما يعرفوا حتى واحد. وهاد خونا هذا دار علاقه مع بزاف ديال المافيات الدوليه، وهاد المافيات من بينهم المافيا الايطاليه والكولومبيه والايرلنديه، وزيد عليهم حتى المافيا المكسيكيه. ما نساوش باللي واحد الجنرال ايراني قدر يكلف هاد خونا هذا بزاف ديال العمليات ديال الاغتيال المعارضين الايرانيين. نتوما الاخوان، قبل ما نبدا لكم القصه، راه بلجيكا وهولندا كيتعتبروا هما العاصمه ديال الجريمه في العالم، وهذا 10 سنين الاخرى الجريمه عندهم كثرات لدرجه ان البوليس ما بقاوش قادرين يتحكموا في هادشي. قتل وخطف واغتصاب وسرقه ورشاوي وتزوير وخيانه، والاسلحه على كافه اشكالها بحال عايشور عندنا حنايا. وباش نعرفوا هادشي كامل كيفاش جرى وكيفاش صرا، غادي نرجعوا شويه للور، وبالضبط في عام 1977 وفين في منطقة باب برد. غادي تزاد واحد خونا وغادي نسميو عائلته رضوان الطاغي، وفي عام 1980 غادي يلقى راسو في اوروبا وبالضبط في دولة هولندا. ورضوان الطاغي غادي يكبر في حياة عادية حتى النهار اللي غادي يجلس فيه باه من الخدمة، والسبب اللي غادي يجلس باه هو المرض. وهنا رضوان الطاغي غادي يضطر باش يخرج ويقلب على خدمة، وفي هذاك الحي اللي كان ساكن فيه كان معروف بواحد العصابة ديال الماطر، المهمة ديالهم هي السرقة ويروجوا المخدرات. ورضوان الطاغي بقى كيقرب منهم بشويه بشويه حتى غادي يكسب الثقه ديالهم وغادي ينضم ليهم. وحتى هو بحالو بحال افراد العصابه غادي يشريو ليه موطور كبير، مع العلم هو الحلم ديالو كان عنده هو انه يكون عنده شي موطور كبير. وبدا معاهم الخدمه، ولا حتى هو كيفرق المخدرات بحالو بحال هذوك خوتنا. وتما بدات كتدخلوا العاقه، وانتم عارفين ملي كتشبع الكرش كتقول لراسك غني. وخونا رضوان الطاغي ولا بلي بالقصير، ولا بنهار الخدمه والترويج ديال المخدرات، وفي الليل القصير الملها المخير تلقى فيه رضوان الطاغي. واحد النهار هو مطلع شويه الكراد غادي يدابز مع شي واحد، ورضوان الطاغي ما غاديش يكون من العاكسين وغادي يهز قرعه وينزل عليها بها الراس. وتما غادي يقابضوا الحراس وغادي يجيو البوليس وغيديو المخفر ديال الشرطه. وكانت هذيك هي اول مره غادي تشد فيها رضوان الطاغي. وفي عام 1992 غادي تحكم رضوان الطاغي ب4 ديال الشهور. وفي هذا الحبس اللي غادي تشد فيه رضوان الطاغي غادي يتعرف على مغاربه بحالو بحالهم، وغادي يقرروا من يخرجوا غادي يصاوبوا عصابه خاصه بهم. وفعلا نيت رضوان الطاغي ملي غادي يخرج من الحبس غادي يدخل لعالم الجريمه من بابه الواسع. هنا ما غاديش يدخل كخدام وانما عضو في عصابه خاصه به هو. ورضوان الطاغي هو المؤسس ديالها. وفي الاول ديال هذه العصابه كان العمل ديالها هو التجاره في النعناع والسكر كلاصي. وهنا خونا رضوان الطاغي غادي يبدا يكبر بشوي بشوي. وفي عام 2000 رضوان الطاغي غادي ينضم لواحد العصابه مشهوره، وهذه العصابه كانت معروفه بحاجه وحده، وهو هي تاخذ فلوس يتموت كاينش حل ثالث. وهذه العصابه كان سميتها ماكرو مافيا، وكانت اخطر مافيا كاينه في اوروبا كامله. وهذه المافيا ديال ماكرو مافيا شكون اسسها وعلاش تسمات ماكرو مافيا؟ وراه باينه ماسينا مغاربه، اش كتسناو فيا نقول لكم؟ هذه العصابه ديال ماكرو مافيا كان هو التحالف ديال العصابات المغربيه اللي كاينين في اوروبا. وفي عام 2005 ماكرو مافيا غادي تقرر بانها غادي تبدا في التجاره ديال السكر كلاصي والنعناع، وفعلا نيت بداو كيتاجروا في هادشي. ورضوان الطاغي غادي يشد طياره نيشان واحد الكولومبيا وغادي يتفق مع دوك العصابات اللي كاينين في كولومبيا. والاتفاق ديالهم كان هو ان العصابات ديال كولومبيا غادي يصاوبوا السكر كلاصي وغادي يصدروه لهولندا، وماكرو مافيا غادي تبيعوا في هولندا وفي بلجيكا وفي اوروبا كامله. وهنا غادي تنوض واحد الحرب وغادي تسمى حرب العصابات. والسبب ديال هذه الحرب هو ان العصابات الاخرين ما عجبهمش الحال، حقا ما حقا ماكرو مافيا باغا تحتكر السوق. وهذا المشكل غادي يسبب حرب كبيره وغادي يكون فيها الطيح اكثر من النايض. وهنا غادي ينوض رضوان الطاغي والعصابه ديالو واللي كان سميتها ملائكه الموت. والامور بقات عاديه حتى العام 2012. والعصابه ديال ماكرو مافيا كانت كتسنى في واحد الشحنه ديال السكر كلاصي كانت ماجي واللي الوزن ديالها 200 كيلو. ولكن واحد العصابه اخرى منافسه ليهم غادي تسرق لهم هذيك الشحنه، وهنا غادي تنوض ديال بصح. وخرجوا واحد الاشاعه بان هذيك الشحنه راه شداتها الديوانه، ولكن العصابه ديال ماكرو مافيا ما غاديش تدوز عليها، وهذيك السلعه ديالهم غادي تبان في الدروبه. وهنا غادي تجي المهمه ديال العصابه ديال ملائكه الموت، غادي يقتلوا من اصغر واحد في هذيك العصابه حتى الكبير فيها. وبسبب هاد 200 كيلو غتنوض واحد الحرب طويله وما غادي تسالي حتى العام 2016. وفي 2016 غادي يولى رضوان الطاغي هو الزعيم ديال العصابه ديال ماكرو مافيا، وفي نفس الوقت كيقود العصابه ديال ملائكه الموت اللي خاصه به، واللي المهمه ديالها هي الاغتيالات. ولحد الساعه رضوان الطاغي مازال سامر وحتى واحد ما جايب ليه الخبر، والسميه ديالو ما كتلونساش عند البوليس. وماشي حيتاش ما عارفين واش راه مؤسس عصابه ولا كيقتل ولا كيبيع في الكوكايين ولا شي حاجه، لا بالعكس ما عندهمش عليه دليل. حتى لواحد النهار واحد الصحافي غادي يسخن عليه راسو وغادي يبدا يكتب على رضوان الطاغي، وغادي يبدا يكتب بشكل يومي. هنا رضوان الطاغي ما غاديش يعجبو الحال، وغادي يصيفط ليه 2 ديال الناس من العصابه ديالو ملائكه الموت، وبجوج قرطاسات غادي يغادر
هاد الدار للدار الاخر. وبالصدفه البوليس كانوا دايزين من حد هذيك البلاصه اللي وقعت فيها ديك الجريمه. البوليس ما غاديش يعطلوهم وغادي يشدوهم وغادي يبقاو يحققوا معاهم. في الاول ما بغاوش يقروا، لكن من بعد غادي يقروا وغادي يقولوا بان رضوان الطاغي هو اللي مصيفطهم. وهنا رضوان الطاغي غادي يولى روشيرش. اش غادي يدير في نظركم رضوان الطاغي؟ باينه غيهز حوايجو وغادي يورك لبلجيكا، وتما غادي يدير عمليه تجميل وغادي يستمر في الخدمه ديالو من تمايا بحال حتى حاجه ما وقعت. وهنا رضوان الطاغي غادي يلعب كبير وغادي يمشي لكولومبيا وغادي يعقد واحد الصفقه ديال 40 طون ديال الكوك. وفي هذا اللقاء هذا مع هذوك العصابات غادي يتفقوا على الصفقه بجميع التفاصيل ديالها، وغادي يرجع بدورو لبلجيكا وغادي يتلاقى مع داك صاحبو الديواني وغادي يقول ليه راه بان واحد الصفقه فيها 40 طون ديال الكوك غادي يدخل. وباش نقربكم من الصوره، راه الكوك غير طون واحد كيسوى 180 مليون دولار. هنا الديواني طمع وغادي يتفق مع واحد الربعه ديال العصابات اخرين وغادي يقول لهم اش بان لكم في واحد الشحنه راه كاينه دابا حاصله فيا باغي نبيعها. وفعلا نيت داكشي اللي وقع. الشحنه جات وخونا هزا وداها باع على دوك الربعه ديال العصابات. وهاد خونا الديواني غادي يقول رضوان الطاغي بان هاد الشحنه ديال الكوك اللي جتي راه تشدت في الديوانه، ولكن رضوان ما تسلطاتش لي وقال مع راسو ما يمكنش ان هاد الشحنه ديالي غادي تشد غير انايا. ورجع عند داك الديواني وسولو قال له شنو السبب؟ قال له ودي راه واحد صاحبي هو اللي بيع بهاد الشحنه. ولكن من بعد واحد المده طويله رضوان الطاغي غادي يعيطوا ليه شي وحدين من الافراد ديال العصابه ديالو وغادي يقول له ودي راه السلعه ديالنا راه كتباع. رضوان الطاغي غادي يشد داك الديواني وغادي يعذبو مزيان حتى غادي يعترف ليه بان ديك السلعه ديالو باع على 4 ديال العصابات، 2 عصابات مغربيين وجوج هاد الاخرين هولندي. ومن بعد ما اعترف ليه بكلشي غادي يصفيها ليه. وكانت هاد العمليه اللي هي غادي تسبب ليه ثاني في الروشيرش، وهاد الروشيرش اللي غادي يطيح فيه كان سببه هاد الديواني. وغادي يعاود ثاني يدير عمليه اخر ويبدل وجهه. ومني غادي يدير هادشي كامل غادي يهز التليفون وغادي يعيط لاول عصابه. هاد العصابه الزعيم ديالها كان هولندي. غادي يقول ليه ودي ديك السلعه اللي عندك واللي باع لك الديواني راه ديالي خاصك ترجعها ليا. وهنا هاد خونا غادي يقصح راسو وما غاديش يسمع ليه. وهنا رضوان الطاغي ما غاديش يعطلو، غادي يصيفط ليه الرجال ديالو من ملائكه الموت وغادي يصيفطوه للدار الاخر. غادي يعاود ثاني يتصل بالاخر واللي كان مغربي، وبحكم ان بين رضوان الطاغي وداك خونا مغاربه بجوج وهذاك عارف واش كيسوى، غادي يقول ليه ودي السي رضوان شوف انا غادي نبيع السلعه ديالك وغادي ناخذ راس المال والربح غادي نعطيه. وهنا ثاني رضوان الطاغي غادي يعاود يهز التليفون وغادي يتصل بالزعيم ديال العصابه الثالث واللي كان هولندي. وهاد خونا كان حاس براسو ما غاديش يتفاهم معاه وغادي يقطع عليه التليفون. وهنا ملائكه الموت ما غاديينش يعطلوها معلم، وما جات فين تكون 24 ساعه حتى غادي يصيفطوا هاد مولاش. شكون بقى؟ غادي يبقى الزعيم ديال العصابه الرابح، وحتى هو كيف العاده غادي يتصل برضوان الطاغي وما غاديش يتفاهم معاه. وخونا غادي يورك 100 فين ورك الله اعلم حتى واحد ما عارف. رضوان الطاغي بقى كيقلب عليه ما لقاهش، كنت خلرت كان غادي يعرفو، كنت طلعت ما كان غادي يعرفو، ولكن رضوان الطاغي ما عرفوش. دازت مده طويله حتى غادي يجي واحد التليفون. ومنين غادي يجي؟ من المغرب، وغادي يقول لي بان صحيبك راه كاين في مراكش. رضوان الطاغي ما غاديش يعاطلو، غادي يصيفط ليه 2 من العصابه ديال ملائكه الموت، ولكن الخطه ديالو ما غاديش تصدق. وكيف ما كتعرفوا نتوما كاملين كنا كنعرفوا بديك الجريمه اللي وقعت في مراكش، وقعت في الضبط في مقالاكري، ولكن في بلاصتو هو غادي يموت واحد طالب في كليه ديال الطب ما دار لا بيدو لا برجليه. الغلط الوحيد هو اللي دار هو جلس في بلاصه داك خونا، والحاصل ما في خونا كان مكتئب انه باقي يزيد يعيش ايامات، وهذاك الطالب كان 3 ايامات تمايا. ولكن هاد خوتنا اللي جاو من العصابه ديال ملائكه الموت ما غاديينش يقدروا يهربوا، غادي تشدهم المخابرات المغربيه. فين غادي يشدهم؟ غادي يشدهم في المطار باغيين يهربوا، وبقاو كيحققوا معاهم مزيان حتى غادي يقروا برضوان الطاغي، وغادي يقروا بان رضوان الطاغي هو سبب هادشي كامل وهو اللي كان مصيفطهم هاد خونا باش يقتلوه. وهنا رضوان الطاغي غادي يولى ثاني روشيرشي للمره الثالثه. واش غادي يدير رضوان الطاغي؟ غادي يدير عمليه ديال التجميل وغادي يغير فيها وجهه وغادي يورك 100 دبي. القضيه ولات فيها كاينين جرائم في المغرب وفي هولندا وفي بلجيكا. خونا غتولى حتى الانتربول كتقلب عليه، وبمعنى اصح خونا ولا مبحوث عليه دوليا. وبما ان هاد السي رضوان الطاغي ولات السمعه ديالو ديال القتل ولات سابقه، وبحكم ان العصابه ديال ملائكه الموت ديالو عصابه كبيره وبزاف، غادي تواصل مع المخابرات الايرانيه وغادي يولوا يكلفوا باغتيالات خاصه بالمعارضين ديالهم. وهاد المعارضين كيتواجدوا في دول العالم. هما شنو كيعطيو غير التصويره ديالهم والسميه والكنيه والفلوس. ملي كيعطيو هادشي كامل خونا اللي باغي يموت كيموت. ورضوان الطاغي غادي مكمل العمل ديالو من دبي، وهو كان كيتواصل مع الرجال ديالو والعصابات ديالو بواحد التليفون ديال القمر الصناعي. وهاد التليفون ديال القمر الصناعي شكون اللي صانعه واحد الشركه امريكيه. وكيف ما نتوما اي واحد مصاوب شي حاجه الا هو كيكون عارف الثغرات ديالها، يعني السي اي اي ولا المخابرات المركزيه الامريكيه عندهم علم بان رضوان الطاغي كاين في الامارات وبالضبط في المدينه ديال دبي. وبحكم انه هو كان كينفذ الاغتيالات اللي عندهم علاقه بايران غاديين يسلموه للانتربول. واش غاديين يديروا؟ غاديين يبقاو يتجسوا عليه من داك التليفون. ومن بعد واحد المده غادي تقطع التواصل ديال رضوان الطاغي مع المخابرات الايرانيه. وبما ان التواصل تقطع يعني المخابرات الامريكيه ما بقى عندهم ما يديروا بهذاك خونا ديال رضوان الطاغي. وهنا السي اي اي اش غادي يدير؟
غادي تسلم الاحداثيات ديالو للانتربول. وهنا الانتربول بمساعده ديال المخابرات الاماراتيه والشرطه ديالهم غادي يشدوا رضوان الطاغي، وفي ظرف ديال 48 ساعه غادي يسلموه للشرطه الهولنديه. وعلاش غادي يسلموه بهذا السرعه؟ حيت خونا عنده عصابه كبيره وبزاف، بغاو يتفكوا من الحرام قبل ما يولى واحد فيهم. ورضوان الطاغي غادي يتم المحاكمه ديالو في واحد الظروف استثنائيه، ورضوان الطاغي ما غادي يشوف حتى شي واحد من هذوك خوتنا اللي حاكموا. شنو غادي يديروا واحد الحاجز كاين من بيناتهم، يعني انا نشوف وانت ما تشوفنيش. شنو بغيتو؟ خونا راه طاغي، راه يشوف شي واحد غدا يلقاو ميت. والمحكمه الهولنديه غادي تحكم عليه بالمؤبد، ولحد الساعه راه مازال مسجون في واحد السجن مشدد الحراسه، والاعمال ديالو مازال كتم بطريقه عاديه. والحاصل وما فيه القصه ديال خونا سالات هنايا، وهذا خونا هو رضوان الطاغي، واسم على مسمى، ما كان طاغي حتى طاغيانيت، خدام بهذاك القانون ديال الدوي تموت، ما عندكش الحق تعارض. وهاد القصه كنعاودها لكم كعبره، ماشي تاخذوها كقدوه. ومع مر الجريمه كانت لينا حنا قدوه، وكيف العاده تحت الشعار فلوس الحرام كيمشي في الحرام، واللي وصل هنا يدير لنا شي خربشه في التعاليق. والله المعين، تلاقاو فيديو ماشي.